عقوبة رادعة جدا، عقوبة مشددة لأخصائية الترميم ومالك محل الذهب في قضية سرقة أسورة المتحف المصري. بتصدر المحكمة المختصة سجن مشدد لأخصائية الترميم ومالك محل المصاغات لأنهم سرقوا أسورة ذهبية أثرية من داخل المتحف المصري. الحكم 15 سنة سجن مشدد. بتغرم المحكمة المتهمين الثالث والرابع 5000 جنيه لكل منهما وإخلاء سبيل بعد دفع الغرامة. تحقيقات نيابة قصر النيل في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري اتهمت فيها أخصائي ترميم وثلاثة آخرون. المتهمة الأولى كسرت الفص المثبت بالأسورة وبيعها كذهب خالص في محاولة لإخفاء طبيعتها الأثرية. واعترفت المتهمة الأولى بأنها استغلت منصبها في المتحف لسرقة الأسورة الأثرية من الخزنة أثناء إعادة قطع أخرى بعد ترميمها، مستغلة مرورها بضائقة مالية، ثم كسرت الفص باستخدام أداة حادة زرادية لتغيير ملامحها. أضافت المتهم أنها تواصلت مع المتهم الثاني مالك محل المصاغات مستغلة معرفتها المسبقة لبيع الأسورة، احتفظ بها الأخيرة وعرضها على مالك ورشة مشغولات ذهبية. وكشفت تحقيقات أن المتهم الثالث قام بوزن الأسورة على ميزان الذهب فوجد وزنها 37 جرام، ثم اشتراها من المتهم الثاني بسعر للجرام الواحد بسعر 4880 للجرام الواحد بإجمالي سعر 180 ألف جنيه. بيأكد المتهم الثالث خلال تحقيق النيابة العامة أنه لم يكن على علم بالطبيعة الأثرية للأسورة، وأنه لم يطلب فاتورة نظرا لطبيعة المعاملات بين تجار الذهب، وقالوا أن الفاتورة مطلوبة فقط في المعاملات مع شخص عادي. كانت النيابة العامة أمرت سابقا بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطي على ذمة التحقيقات مع إخلاء سبيل المتهم الثالث والرابع بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهما.